السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدارس هبة الله، مادة العلوم للصف الرابع. احنا يا رابع لساتنا بالوحدة الثالثة، واخذنا الجزء الأول من الدرس اللي هو العلاقات بين الكائنات الحية. حكينا انه عندنا نظام بيئي، هذا النظام بيحوي مجموعة من الكائنات الحية، والكائنات الحية بتتبادل مع بعضها بعلاقات غذائية. عشان كل كائن حي يحصل على غذائه رح يكون هناك في علاقة بينه وبين الكائن الحي الآخر. كانت عندنا 4 علاقات. العلاقة الأولى الافتراس، التنافس، التعايش، وأخيرا التقايض. وحكينا المرة الماضية عن علاقتين، علاقة الافتراس وعلاقة التنافس. تعالوا مع بعض نتذكر العلاقتين. بداية تعريف الافتراس. الافتراس هي علاقة بين كائنين حيين، أحدهما مفترس يتغذى على الآخر والآخر فريسة. أعطوني مثال. عندنا مثل النمر والغزال، النمر مفترس والغزال فريسة. الأسد والحمار الوحشي، الأسد مفترس والحمار الوحشي فريسة. علاقة التنافس، مين يسمع لي إياها؟ إذن هي علاقة بين كائنات حية من النوع نفسه إذ تتنافس مع بعضها من أجل ضروريات الحياة. في عنا تنافس وتنازع من أجل ضروريات الحياة. تعالوا نتذكر مع بعض شو الأشياء اللي بتتنافس عليها الكائنات الحية. أولا الغذاء، ممكن تتنافس على الغذاء، أو تنافس على الماء، أو عندنا كمان تنافس على المأوى. اليوم إن شاء الله درسنا رح يتحدث عن العلاقتين اللي ضلوا معنا، اللي هم علاقة التعايش وعلاقة التقايض. في عنا مفهوم أيضا يعني لازم إن نفهمه، له علاقة في النظام البيئي، وهو اسمه مفهوم المحللات. رح ناخذ هذا كله إن شاء الله اليوم. بداية التعايش. طلعوا هون عنا منظر هذا الأشجار. في عنا أشجار قائمة كبيرة بتكون في الغابات، أو في عنا حتى حوالين البيت أشجار كبيرة جدا. هاي الأشجار تتسلق عليها نباتات هيها خضراء، وكأنها بتزين هاي الأشجار تتسلق على النباتات الكبيرة. هلأ هذا النبات المتسلق بحاجة للضوء، فإذا ضل زاحف على الأرض مش راح يحصل على كمية الضوء الكافية لحتى ينمو ويكبر، لأنه زي ما بتعرفوا يا رابع الضوء ضروري جدا للنبات حتى يصنع غذائه. فإذا عندي هذا النبات المتسلق راح يتسلق على الشجر حتى يحصل على أكبر كمية من الإضاءة. فإذا دائما عندنا حتى إذا بتلاحظوا على أسوار الحدائق في عنا كتير ناس بتزرع النبات المتسلق، لأنه منظره كتير جميل، بتسلق على الجدران أو بتسلق على الأشجار لحتى يحصل على كمية كبيرة من الضوء. لاحظوا معي يا رابع إنه النبات المتسلق بيستفيد كتير من التسلق، بيحصل على الضوء، بينما الأشجار لا بتستفيد ولا بتتضرر. هي سمحت له يتسلق عليها لأنها مش متضررة، وبنفس الوقت هي مش مستفيدة. إذا نسمي هاي العلاقة علاقة تعايش. تعالوا نشوف مثال آخر. عندنا السمك المهرج. هذا السمك بعيش بين شقائق النعمان في المناطق البحرية. هلأ هذا السمك بيختبئ بين شقائق النعمان، وأيضا بيتغذى على بقايا الطعام اللي بيخلفها شقائق النعمان. شقائق النعمان لا بتستفيد ولا بتتضرر، هي موجودة بهذا المكان ومش متأذية من وجود السمك المهرج. إذا السمك المهرج مستفيد، بيحصل على بقايا الطعام وبيختبئ، بينما شقائق النعمان لا تستفيد ولا تتضرر. عندنا الحيوان المفترس اللي هو سمك القرش، حيوان من الحيوانات المفترسة، لكن سبحان الله بهاي العلاقة في عنا علاقة ودية أو علاقة بنسميها تكافلية اللي هي التعايش. لاحظوا معي شو التعايش في الموضوع. عندنا أسماك صغيرة تعيش في المحيط، وزي ما بتعرفوا يا رابع إنه المحيط يعني بقطع آلاف الكيلومترات، مسافات كبيرة جدا. هلا هاي المسافات الكبيرة ما بيستطيع السمك الصغير انه يعبرها، وهو بحاجة انه يحصل على طعامه وعلى كمية من الضوء بالمناطق الاخرى من المحيط. بيتسلق على جسم السمك القرش، او يعني وكأنه بركبه كأنه وسيلة نقل، وسمك القرش سريع جدا وحيوان ضخم جدا، بنقل هذا السمك الصغير من مسافة الى اخرى في المحيط، وبالتالي
بتتم عملية نقل الأسماك الصغيرة على ظهر سمك القرش. سمك القرش لا بيستفيد ولا بيتضرر، بينما السمك الصغير يستفيد في عملية النقل حتى يحصل على غذائه. أيضا عندنا هون الحرباء. كلنا بنعرف إنه الحرباء أينما تقف تغير لونها حسب المكان الموجودة فيه. طيب يا حلوين، بتعرفوا ليش الحرباية بتغير لونها؟ في حدا عنده معلومة؟ طبعا الحرباية بتغير لونها عشان أحسنتم، عشان التمويه. هي بتكون بدها تختبئ من أعدائها وهي مش قوية كتير، فبتحاول تغير لونها لحد ما يكون نفس لون المكان الذي تقف عليه عشان أعدائها ما يلاحظوها ولا يلاحظوا وجودها. فإذا بنسمي هاي العملية تمويه. هي بتستفيد إنها بتغير لونها حسب المكان الموجود فيه. غصن الشجرة أو التراب أو الأرض، أي مكان بيكون موجود فيه هاي الحرباية لا بيستفيد ولا بتضرر، بينما الحرباء تستفيد أنها تختفي من أعدائها. إذا تعالوا يا حلوين نعرف التعايش. أنا متأكد إنه كتير منكم عرف تعريف التعايش. التعايش هي علاقة بين كائنين حيين يستفيد أحدهما ولا يستفيد الآخر ولا يتضرر. إذا كائنين حيين اثنين مثل الافتراس، لكن هون واحد بيستفيد الثاني لا بيستفيد ولا بيتضرر. إذا علاقة التعايش علاقة كتير حلوة، علاقة حب ومودة، أحدهما بيستفيد والثاني ما عنده مشكلة إنه يفيد الآخر. نيجي للعلاقة التكافلية، بنسميها من علاقات التكافل التقايض. هي والتعايش من علاقات المودة والمحبة، علاقات كتير حلوة بين الحيوانات. ما المقصود بالتقايض؟ تعالوا شوفوا صورة هذا الغزال جالس والطيور جالسة على ظهره. طيب إيش الطيور عمالها بتعمل؟ الطيور تتغذى على الحشرات الضارة التي تعيش على ظهر الغزال. إذا الطيور بتحصل على غذائها من الحشرات الضارة. الغزال بخليها توقف على ظهره عشان تنظف جسمه من الحشرات الضارة. بنسميها علاقة أو تبادل المنفعة. تبادل المنفعة، أنا بستفيد وإنت بتستفيد. الغزال بيستفيد يتخلص من الحشرات الضارة، والطيور بتستفيد إنها تغذت أو حصلت على غذائها. تعالوا نشوف أيضا علاقة كتير شبيهة فيها، اللي هي الطيور تقف على ظهر وحيد القرن. وحيد القرن بتعيش على ظهره طفيليات أو حشرات ضارة صغيرة جدا وبتأذي جسمه. تيجي الطيور تتغذى على هذه الحشرات الضارة وبتخلص وحيد القرن من هاي الحشرات. إذا الطيور تستفيد في الحصول على الغذاء، أيضا وحيد القرن يستفيد في التخلص من الحشرات الضارة. إذا تبادل المنفعة. نيجي هون للتمساح. تخيلوا التمساح الحيوان المفترس قديش هو حيوان مخيف، إلا أن الطائر يستطيع الوقوف في فمه. تخيلوا أنه الطائر هذا الوديع واقف في فم التمساح ومش خايف. طب من وين جاب الطائر هاي الطمأنينة والسكينة؟ من وين جابها؟ تخيلوا أنه التمساح حيوان مفترس تعلق بين أسنانه بقايا الطعام للحيوان الذي افترسه، فهذه بقايا الطعام تزعجه. بيجي الطائر وبتغذى على بقايا الطعام بين أسنان التمساح، فالتمساح بتخلص من بقايا الطعام بين أسنانه والطائر بحصل على غذائه. تبادل منفعة. عندنا النحلة والزهرة. النحلة إذا بتتذكروا كان لها دور كبير في حصول الزهرة أو في نقل حبوب اللقاح من زهرة إلى زهرة، وبالتالي كان لها دور كتير حلو في عملية تكاثر النباتات الزهرية. هي كتير لها دور مهم في حياة الزهور. طيب شو بتستفيد النحلة؟ شو اللي بيجبرها توقف على الزهرة وتنقل حبة اللقاح وتتغلب؟ اللي بيجبرها إنها بتكون واقفة تمتص الرحيق، تمتص الرحيق من الأزهار حتى تصنع العسل. إذن النحلة تحصل على غذائها وفي نفس اللحظة هي تمسك بأقدامها حبوب اللقاح وبتنقلها من زهرة إلى زهرة. النحلة تستفيد حصولها على الطعام، والزهرة تستفيد في عملية التكاثر. بنفس الطريقة الفراشة بتتغذى على رحيق الأزهار وتنقل معها حبوب اللقاح من منطقة إلى منطقة.
إذا الزهرة الفراشة تحصل على الغذاء، والزهرة تتكاثر بنقل حبوب اللقاح. تعالوا نعرف مع بعض تعريف التقايض، أي تبادل المنفعة. هي علاقة تنشأ بين كائنين حيين يستفيد كلاهما من الآخر، اثنين مستفيدين، بنسميها تقايض، تبادل المنفعة. طيب يا رابع، تعالوا نشوف في مفهوم له علاقة كتير في النظام البيئي، هو علاقة أو هي مش علاقة، هو مفهوم اسمه المحللات. ما المقصود بالمحللات؟ هاي الرسمات الموجودة أمامكم هي عبارة عن كائنات حية دقيقة جدا، يعني كتير صغيرة لا ترى بالعين المجردة، وإنما يتم التقاط صورها بالمجهر. المجهر هو عبارة عن أداة بيستخدمها العلماء عشان يكبروا الأشياء الكتير كتير صغيرة اللي العين لا تستطيع رؤيتها. بيجيبوا عدسات مكبرة بتكبر صورة الأشياء. استطاعوا رؤية هاي الأشياء اللي إحنا بنطلق عليها المحللات، يعني كائنات كتير صغيرة. شو سبب وجودها في البيئة؟ في عنا يا رابع نشاط في كتاب التمارين صفحة 20 بيحكي لك لو جبنا كيس بلاستيك وقطعة خبز وماء، يعني حطينا على قطعة خبز خليناها شوي مبللة، وجبنا كيس وضعنا قطعة الخبز فيها وتركناها عدة أيام، وهاي كتير بتصير عنا في البيت. لو تركنا الخبزة لعدة أيام ويعني إلا يصيب الخبز زي الرطوبة، شو رح يصير بالخبز بعد فترة من الزمن؟ رح نلاقي إنه الخبز طلع عليه إشي كتير مؤذي اللي هو العفن، عفن الخبز. وبنفس الطريقة ممكن تعفن الخضروات والفواكه. من وين أجى هذا العفن؟ أو إنه ما المقصود بالتعفن؟ إيش هو التعفن؟ هي عبارة عن كائنات حية نمت على الخبز نتيجة تركه مبلل، يعني في أجواء معينة، فطبعا صار عندنا تعفن، الإنسان ما بيستطيع تناوله. لكن المحللات قامت بالتغذي على هذا الخبز وبالتالي أتلفته. إذا عندنا برضه في البيئة خاصة هلأ بفصل الخريف وفصل الشتاء بصير عندنا تساقط كبير للأوراق الشجر. طب وين بعد فترة بتلاحظ إنه هاي الأوراق مش موجودة، وين راحت؟ أكيد راح يحكي لي بعضكم إنه حملتها الرياح، وهذا إشي صح. لكن في إشي تاني بيحكم عملية أو أين تذهب هذه الأوراق المتساقطة. تيجي هاي المحللات وبتتغذى على الأوراق، يعني بتفتفتها وبتصغرها، فهذه الأوراق تصبح قطع صغيرة جدا لا ترى أيضا بالعين المجردة، وكأنها بترجع لعناصرها الأساسية المكونة إلها، مكوناتها الأصلية. هاي المكونات التربة بتمتصها لأنها بتستفيد منها، يعني مثل عناصر الحديد، المغنيسيوم، النحاس، هاي مواد يستفيد منها التربة، اللي بمعنى آخر نحكي لها الأسمدة. كتير كنا نسمع إنه التربة بحاجة للسماد، وهذا السماد بنشتريه. في سماد طبيعي ربنا خلقه اللي هو بقايا الشجر، بقايا أوراق الشجر، تيجي عليها المحللات وبتفتفتها، وبالتالي بتزيد من خصوبة التربة. يعني هذا شيء رباني، البيئة بتشتغل فيه، البيئة بتصنعه والبيئة بترجعه للتربة، فبتستفيد منه التربة بفضل وجود المحللات اللي رب العالمين أوجدها. أيضا الكائنات لما تموت، أي حيوان لما يموت أو الإنسان بعد ما يموت، وين بتروح الجثث؟ طبعا احنا بندفن هاي الجثث، لكن حتى لو فتحنا القبر يعني بعد فترة طويلة من الزمن راح نلاقي انه الجثة اختفت. وين بتختفي؟ طبعا هي تيجي المحللات اللي هي الكائنات كتير بسيطة ودقيقة، تتغذى على الكائن الميت وبترجعه لأصله، يعني بتفتفته لمكوناته الأصلية، بتخليه كتير صغير، فبرجع على التربة، فبتستفيد منه التربة لأنه بيزيد خصوبتها. إذا بتفتفته وبتصغره لمكونات كتير صغيرة وكتير بسيطة، وبترجعه للعناصر الأساسية اللي كونت جسمه. يعني إحنا جسمنا موجود فيه فيتامينات، بترجع الفيتامينات للتراب، فبترجع عنا تصبح هاي التربة خصبة. ما المقصود بالتربة الخصبة؟ هي تربة صالحة للزراعة، فبتخلي النباتات تنمو فيها بشكل كبير. إذا تعالوا مع بعض يا حلوين نعرف المحللات. هي كائنات حية دقيقة تعمل على تحليل أجسام الكائنات بعد موتها إلى مكوناتها الأصلية. إذا كائنات كتير صغيرة بتحلل بقايا الكائنات بعد موتها، أي إشي بموت تيجي عليه مباشرة وبتحلله، يعني بترجعه لأصله لمكونات كتير صغيرة.
شو بنستفيد منها؟ بنستفيد منها إنها بترجع للتربة وبتزيد خصوبتها. إذا عنا النبات بيستفيد من المحللات لأنه تزداد خصوبة التربة مع وجود العناصر الأساسية الموجودة داخل مكونات الكائنات الحية. تعرفنا اليوم يا رابع على علاقتين مهمات، علاقات تكافل ومودة ومحبة، هي علاقة التعايش وعلاقة التقايض. إذا التعايش مثل النبات المتسلق، والتقايض مثل الغزال اللي بتتغذى عليه الطيور، على الحشرات الضارة الموجودة على ظهره. أيضا تعرفنا على المحللات اللي هي الكائنات دقيقة جدا موجودة في النظام البيئي، بتحلل المكونات الأساسية الموجودة الكائنات الحية بعد موتها وترجعها لمكوناتها الأصلية. نلقاكم إن شاء الله على خير، وهيك انتهى درسنا، وانتهى هذا الدرس إن شاء الله رح نبدأ الدرس اللي بعديه في الحصة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.